أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في 6 يونيو بأن الموظفين الدبلوماسيين في القنصلية الأمريكية في كوانزو قد تعرضوا لأصوات وضغوطات غير طبيعية وغير واضحة، حيث عاد بعضهم إلى الولايات المتحدة لتقييمهم، وتم تشخيص ما حصل على أنه صدمة بسيطة ووجود تلف في الدماغ. وقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تنبيها طبيا لمواطني الولايات المتحدة المسافرين في الصين. وقد واجه الدبلوماسيون الأمريكيون في كوبا سابقا حادثة مماثلة، ويشك المحققون في أن الأسباب تشمل هجمات السونار والأسلحة الكهرومغناطيسية أو أجهزة المراقبة. افتتحت الجولة 9 للقضية السورية في محادثات أستانا للسلام رسميا في أستانا عاصمة كازاخستان، حيث حضر ممثلو روسيا وتركيا وإيران والمعارضة السورية والحكومة السورية والأمم المتحدة والأردن. وفي نفس اليوم التقى الوفد التركي بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا دي ميستورا، وناقشا القضايا ذات الصلة من أجل إنشاء لجنة دستورية. تجمع الإيغور المقيمين في أدرنا أمام المسجد القديم، وأقاموا فعاليات للاحتجاج ضد الاضطهاد والتمييز ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى التي تقوم الصين بممارستها في منطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية. استمرت احتجاجات مسيرات العودة في فلسطين، حيث اشتبكت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمتظاهرين العزل قرب السياج الحدودي لقطاع غزة. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، مما أسفر عن سقوط 4 شهداء. ومنذ بدء فعاليات مسيرات العودة قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المظاهرات السلمية بجميع الوسائل، مما أسفر عن استشهاد 126 شخصا وإصابة أكثر من 14,000 شخصا. حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة مجموعة الدول ال7 على تجديد دعوتهم لروسيا من أجل العودة إلى قمة مجموعة ال7. وفقا للموقع الإلكتروني لحكومة ولاية هاواي وتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، في 3 مايو ثار بركان كيلوا بشكل مفاجئ في جزيرة هاواي، وتسبب ثوران البركان بهزات أرضية، ويعتبر الغاز السام الناتج عن الانفجارات البركانية تهديدا خطيرا على صحة السكان المحليين. وتسبب الثورات البركانية والزلازل كوارث ثانوية مثل الشقوق الأرضية وحرائق الغابات، وتدمر المنازل والطرقات والاتصالات ومرافق أخرى. ووفقا لتقارير وسائل إعلام أجنبية، ذكر مسؤولون محليون في جزيرة هاواي عن تدمير حوالي 600 منزل بسبب الحمم البركانية منذ ثورانها.